دلوقتي هنبتدي نشرح لو أنا عايز أدفع أو أجدد الsubscription بتاعي على السيستم، سواء إن أنا أول مرة أشترك في السيستم أو إن أنا هاجدده. فهاعمل إيه؟ هادخل أنا من على الadministration وبعدها بلينك الفلوس نفسها أو التسعير نفسها. فهالاقي اشتراكي لو أنا أصلًا مشترك في باقة معينة، وهنا تاريخ الانتهاء إن هي هتخلص إمتى، تمام؟ لو أنا أصلًا كنت مشترك. طب عايز إن أنا أبتدي أعمل اشتراك جديد، فهابتدي من هنا إن أنا آجي مثلًا وأختار الباقة بتاعتي، أنا عايز لحد 10 عملاء، لحد 15، لحد 25. دي كده المساحة أو الstorage المتاحة ليك في الفترة بتاعتك اللي هي الشهر، إن أنت تدخّل لحد 10 عملاء، تمام؟ فبالتالي مسموح لي أدخّل 3، 4، 5، ممكن أحوّل في أي وقت براحتي. إن أنا كنت ماشي على باقة 10، عدد العملاء عندي زاد بقى 13، فهاخد الباقة ال15 وبادفع الفرق ما بين دي وما بين دي. طيب نفترض إن أنا هاخد ال15، هادوس هنا get started وأعمل yes، فيطلع قدامي الاختيار إن أنا أدفع يا إما عن طريق أي كارت معايا، سواء ديبت أو كريدت، أو عن طريق أي مكنة فوري حواليا في أي سوبر ماركت أو أي مكان. فأنا هاختار هنا وبعدين أعمل pay. فبالتالي كده الدفع دايما بيتم بالجنيه المصري، بدخل رقم تليفوني فأنا هدخل أي رقم وبعدها أدوس continue، وأدخل الإيميل بتاعي أنا ككوتش أو كدكتور، فهيجي لي يقول لي أنت المفروض تدفع كذا. هنا بقى طرق الدفع، لو اخترت أول واحدة Pay by فوري، دي عبارة عن هييجي لك كود. الكود ده بيبقى صالح لمدة 24 ساعة، هيوصل لك على رقم تليفونك اللي أنت دخلته فوق في أول خطوة. هيوصل لك الكود ده عن طريق إن أنت تروح أي مكنة فوري جنبك، سواء مثلا في سوبر ماركت، أو لو عندك الأبليكيشن بتاع فوري على موبايلك مفيش مشكلة، تقدر إن أنت تدفع من خلاله. بتقول له أنا عايز أدفع فوري باي. بتمليه الرقم، بيبقى رقم مثلا كده أوله 93 كذا كذا، بيمليه الرقم ده وهيقول لك المفروض تدفع المبلغ اللي هو مثلا 732، هتدفعه والأكونت هيشتغل معاك على طول، يبقى أكتف، والفترة بتاعتك هتأكتف أو هتبتدي من لحظة الدفع على طول. لو أنا عايز أدفع عن طريق الكارت بتاعي أيا كان بقى نوع الكارت إيه، سواء كريدت أو ديبت أو أيا كان، فبدوس كونتينيو وبعدها هادخّل البيانات بتاعة الكارت بتاعتي. أو لو معايا الكارت أصلًا بتاع فوري، بيبقى كارت لونه أصفر، لو كارت خاص بفوري فاقدر أدفع من خلاله. فبرضه ده فوري pay by فوري، أدوس هنا، فبالتالي أعمل confirm payment، هيطلع لي كود أول لمّا أدوس هنا. الكود ده كده بيوصل لي في رسالة على رقم موبايلي، زي الرسايل مثلًا بتاعة فودافون، أورنج، رسالة. وبيبقى الكود ده صالح من ل24 ساعة، يعني وصل لي مثلًا الساعة 12:00 شغال معايا لحد تاني يوم الساعة 12:00، أقدر أدفع في أي وقت عادي جدًا في خلال 24 ساعة دي. ده كده إزاي إن أنا أقدر أدفع، وكمان عرفت إمتى الفترة بتاعتي بتبقى خلصانة من الend date اللي بيبقى موجود معايا.